السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى اخواتي، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى ماشيين على الطريق كده بالصدفة، كنا في مشوار ولقيلكوا العربية دي أنقذتنا بجد والله. ايه يا عم، ده كيلو البصل ب22 وب20، وأسعار بقى انتوا عارفينها. لقيته ب10 جنيه. أي نعم بعرشه، بس بصوا ناشف. عرشه ناشف يعني موزنش ولا حاجة. يعني بصوا اللي على الميزان دول 5 كيلو، اللهم بارك. بجد والله كل الناس بقى واقفة زي ما انتم شايفين كده. والله كان واقف ورا. جينا نقف عشان نشتري منه، لقيته طلع قدام والناس كلها جريت وراه زي حالاتنا كده. وقفنا طبعا نشتري، والبصلة جميلة اللهم بارك. بصلة مفتولة ومش بيوزن ولا حاجة لحسن تقولوا لا ده بعرشه وبيوزن. لا بصوا هو عرشه ولكن ناشف، مش بيوزن خالص. ويلا بينا على الفيديو ونشوف. السلام عليكم يا ريس. ورحمة الله وبركاته. كام البصل معاك النهارده؟ 10 جنيه بس. ليه ب10؟ جايبه منين انت ده ب10؟ جايبه من بني سويف، المزارع بتاع بني سويف. مزارع بني سويف. طب ما تدينا يا عم السبعة ب50 يا عم، ما انت اهو الدنيا ماشية معاكوا زي الفل اهو. 7 ب50. والله بجيبه ب9 جملة ببيعه ب10. ربنا يصلح حالك، ربنا يصلح حالك. ماشي شكرا. وطبعا زي ما انتوا عارفين بقى انا بحب ابصوا، لو قال لي ببلاش اقول له ببلاش الا ربع، هو كده انا بحب افاصل. عارفين قمر بنت البلد. المهم وقفنا اخدنا السبعة. انا وزنت السبعة، انا بحاول ان انا اخدهم ب50. هو الراجل قال انا والله زي ما انتم ما سمعتوا كده، قال انا جايبه جملة ب9 جنيه. وبجد ربنا يبارك له في رزقه، يعني ما استغلش الناس. حتى لو كان باعه ب15 كانت الناس هتشتري منه، ولكن الراجل عشان جايبه من المزارع يعني رضي برزق قليل. بصل رخيص ب20 جنيه. وهيبارك له في رزقه لانه ما استغلش الناس. بجد والله ده انا هوريكم بصل دلوقتي معانا كده في الفيديو. ويعني الحمد لله يعني في ناس كتير بتراعي. طب انت ما اديتلوش ال7 كيلو ب50؟ اي لازم. فربنا يرحمنا وبركاته يا رب. مفيش بصل كبير يا سيد شويه عندها؟ بصل كبير. صوري البصل ليه؟ هعمل فيديو عن البصل. مفيش بصل كبير يعني؟ اخلص. انت عايز تطلع؟ والله لا يا باشا، البصل اخر حاجة، الكبير صدرناه خلاص. ما احنا عارفين ان الكبير الصدر خلاص ما فاضلش الا القطعة دي. لا اله الا الله. هو 10 جنيه؟ لا ب10. طب ايه طيب؟ 20. احنا مالنا امال ابو 20؟ احنا بنتكلم في ده القوارمه الصغير ده. ده تخليل اصلا. تخليل ده يعني ده ب10 جنيه ده؟ لا اله الا الله. وطبعا شفتوا البصل القوارمه الصغير ده. على فكره ده الكاميرا عشان انا مقربه للبصل كانت مكبراه. هنا بقى معانا ايه؟ الطماطم دلوقتي سعرها في السوق هي حلوة ما شاء الله. اللي عايزة تخزن تخزن. سعرها في السوق 5 جنيه، وفيه التلاتة ب10، وفيه ب6 جنيه كيلو ونص ب10. التوم زي ما قلت لكم حاليا واقف على 50-60 جنيه. يعني خلاص احنا كده هنشتري بالكيلو، مش هنخزن بقى الكميات اللي كنا بنشتريها. هنا بقى البصل عندنا في سوق الجملة بكام الكيلو؟ في سوق الجملة احنا دلوقتي بنشوفه بره ب20 و22. في سوق الجملة واقف على 18 جنيه. بس عن شرط هتشيلي شوال زي اللي انت شفتيه ده. طيب ليه؟ مش عارفة. يعني هو الجملة هيطلعهولك ب18 جنيه، بس هتشيليلك شوال كبير. طب يا عم انا طب ينفع اخد نص شوال والكلام ده كله؟ قال لي لا، هاتي حد تاني يشاركك، اصلا كان هديك نص الشوال. طب النص التاني يروح فين؟ وبصوا البصل اللهم بارك. يعني انا شايفه الحاجه كتيره ما شاء الله. طب ليه غلاء الاسعار ده؟ انا مش عارفه. انتوا لسه ما حطيتوليش لايك على فكره. حطوا لايك كده بقى ورفعوا لنا الفيديو، يمكن الاسعار تتعدل. حطوا لايك وقولوا كومنت جميل وقولوا الاسعار عندكم عامله ازاي. يعني عاليه ولا زي حالاتنا كده ولا اقل؟ يعني نشوف برضو الدنيا فيها ايه. لايك وكومنت جميل واشتراك من احلى اخوات. وانتظروا الفيديوهات الجديدة بإذن الله. وادعوا لي كده ربنا يفك كرب وكرب المسلمين جميعا يا رب. احلى اخوات.